حبيبي انت تنقصني وكمان ده لما كنت بعرف قدامه ببقى كأنه هو اللي ابويا، وبخاف اقول له حاضر يا علي حاضر اللي انت عايزه حبيبي. كانوا يقولوا لي هو مفيش عندي غير حمو، اخواته بنات من غير منه لحبي ليه. راح عيني راح ساب زي الفل، ساب زي الفل راح مني قوقلت على ابني غدرني مني ليه موتوه يا خاطر اليوم كده عليه وتصوروا في السقف بيشبهوا بالهدوم يا الدم ليه. تخيل تبقى ماشي في الشارع وتلاقي شاب واقع غرقان في دمه وناس بتجري وناس واقفة بتصور، وتلاقي 2 من عتاه الإجرام واقفين فوق الجثة وواحد منهم ماسك الموبايل وبيتصور سيلفي مع الضحية. أهلا بيكم وحلقة جديدة في برنامجكم ديستوبيا، والنهاردة هنتكلم عن جريمة هزت كل شبر في اسكندرية. مش اسكندرية بس، لا دي مصر كلها. جريمة الأعرج والأعور اللي الدم فيها ما كانش بس على الأرض، ده انتشر على السوشيال ميديا بصور وكأنها غنيمة حرب. اللي في الصورة ده شاب اسمه حمو، شاب بسيط وجدع شغال على عربية تمنية عشان يعرف يجيب مصدر رزق لبيته بالحلال. والاتنين اللي في الصورة دول اسمهم الدودو وخالد، وشهرتهم الأعور والأعرج، وده بسبب ان خالد فقد عينه في خناقة والدودو اتضرب بالنار في رجله وبقى أعرج. ومن كلام بعض الناس وبعض الأخبار بيقولوا ان حمو هو اللي عمل فيهم كده من 5 سنين فاتوا، وناس تانية بتقول ان مش حمو هو اللي عمل فيهم كده لانهم اصلا بلطجية. بس في ناس اكدت ان كان في خصومة بينهم وبين حمو، وبسببها حمو اتحبس 3 سنين، ولما خرج قعد في حتة تاني بعيد عن امه واهله لانه كان عارف ان الاعور والاعرج مش هيسيبوه، لدرجة ان لما ابوه مات ما قدرش يروح ياخد عزاء. وعدت السنين وحمو ما بينزلش المنطقة ولا حتى عارف يطمن على أهله. وفي يوم حمو كان شغال على عربيته وعطلت بيه، وقرر إن هو يروح يصلحها عند بوابة 8 وتحديدا في العجمي. وهو هناك عند الميكانيكي في حد شافه وراح مكلم الدودو وقال له إن حمو في الحتة الفلانية، علشان الدودو ينزل هو وخالد ومعهم 10 أشخاص بالأسلحة ويروحوا لحمو. ووقتها حمو كان بيصلح عربيته ونايم تحتيها، وفجأة يهجم عليه الدودو وخالد أو الأعور والأعرج وينزلوا عليه بالسكاكين في وسط الشارع ويقطعوه. ومش بس كده، دول صفوا له عينيه وقطعوا له إيده علشان بعدها يشيلوا جثته في وسط الشارع ويرقصوا بيها، وكمان يتصوروا جنبها سيلفي. والصورة السيلفي اللي قدامكم دي بتوثق مدى الإجرام والبشاعة. الجريمة كانت استعراض قوة، استعراض دم، استعراض لناس اتربت على العنف ومش شايفة القانون، علشان بعد ما يعملوا كده يروحوا لحد بيت حمو وينادموا على أمه ويقولوا لها احنا قتلنا ابنك. النهارده الأعرج والأعور اتمسكوا ومحبوسين وبيواجهوا تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بالجثة. لكن السؤال الحقيقي مش على مصيرهم، السؤال عن ناس كتير ماشيين في نفس الطريق، طريق البلطجة، طريق السلاح، وطريق الدم. كل شاب بيحاول يثبت نفسه بسكينة لازم يشوف الصورة دي ويعرف ان النهاية مش دايما في السيلفي، اوقات كتير بتكون في زنزانة ضلمة او قبر ضيق او دمعة مش قادرة تتنفس من الحزن. لكن السؤال الحقيقي، كم اعرج واعور لسه ماشيين في شوارعنا؟ كم واحد شايف ان لسه البلطجة رجولة وان السلاح عز وان القتل بطولة؟ اللي حصل ده مش مجرد جريمة، ده قاموس خطر لجيل بيستسهل الدم وبيصور الموت كأنه إنجاز. فاكرين سيلفي الدم؟ افتكروه دايما لأنه مش بس صورة، ده تحذير. ولو مهتمين بقصص الجريمة الحقيقية وتحليلها من كل جوانبها اشترك في القناة وفعل الجرس علشان الحلقات الجاية عندنا جرايم أغرب وأبشع. سلام.